الرئيسية: أخبار النجوم والمشاهير في ذكرى وفاتها. أمينة رزق تكشف كيف كانت على الشاشة فقط في ذكرى وفاتها. أمينة رزق تكشف كيف كانت على الشاشة فقط. تاريخ النشر: منذ 16 ساعة في ذكرى وفاتها. أمينة رزق تكشف كيف كانت على الشاشة فقط. اشتهرت الفنانة أمينة رزق بدور آلام في كثير من أعمالها، سواء في الدراما التلفزيونية أو الإذاعية أو السينما، رغم أنها لم تنجب إلا أنها كانت الأكثر قدرة على تجسيد هذا الدور. أدفر رقيسنج فيديو نادر لأمينة رزق في ذكرى وفاتها، وتداول البعض فيديو نادرا لها في ذكرى رحيلها. خلال لقاء تلفزيوني للفنانة الراحلة أمينة رزق مع الإعلامي طارق حبيب، تحدثت فيه عن براعتها في تجسيد هذا الدور رغم عدم زواجها أو إنجابها. وأشارت أمينة رزق أن الأمر مرتبط بإحساس الممثل بالشخصية التي يجسدها، وهو مساعدها في تقديم هذا الدور ببراعة، قائلة: أعتقد أن مفيتش أجمل من الأمومة، ودو مسألة إحساس. أهم حاجة في الفنان الإحساس وشعوره بالشخصية اللي بيمثلها. تقمص الشخصية والمهنة نفسها تجبر الإنسان على تقمص الشخصية. وأوضحت أنه رغم عدم إنجابها إلا أنها اختلطت بأطفال عائلتها وعاشت معهم كافة مراحل طفولتهم، قائلة: مش مهمة أني أكون نجبت، عندي أسرتي فيها أطفال وأحفاد، وكل المراحل الطفولة من سعادة وأمراض ومدارس، وكل مشاكل الطفولة مارستها من غير أن أنجب. وتحدثت أمينة رزق عن علاقتها بوالدتها وكيف أثرت في حياتها بشكل كبير، خاصة بعد رحيل والدها وهي في عمر صغير، ونسبة باهتمام والدتها عليها لأنها لم تنجب غيرها، مما كان له دور كبير في شعورها بدور لام في حياتها. أمينة رزق تتحدث عن والدتها، وتابعت أمينة رزق قائلة: والدتي أثرت في حياتي لان والدي توفي وأنا عمري 7 سنوات، وهي قامت بدور الأب والأم والأخت لأنها لم تنجب غيري، وعشنا طول حياتي مثل الأزمنة وكأن الحمل الأكبر عليها. حتى بعد عملي في التمثيل كانت بتحضر لي ملابس المسرحيات. الحنان كله كان متوجها لي لوحدي. يذكر أن الفنانة أمينة رزق بدأت مسيرتها الفنية من المسرح في عشرينات القرن الماضي، وامتدت مسيرتها لمدة 70 عاما، قدمت خلالهما ما يقرب من 350 عمل ما بين السينما والتلفزيون والإذاعة، تعاونت فيهم مع عدد كبير من كبار نجوم الفن، ورحلت عن عالمنا في 24 من أغسطس عام 2003 عن عمر يناهز 93 عاما.